السلام عليكم، مرحبا بكم في القناة. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. اليوم ان شاء الله راح ندير مع بعض وصفة بوسولة مسو بذوق الليمون بمقادير بسيطة يجيدوا في الفم. وبلا ما نطول عليكم راح نشوف المقادير وطريقة التحضير. هنا عندي 125 غرام تاع زبدة طرية تكون بحرارة الغرفة. حطيت لها ملعقة كبيرة تاع السكر الناعم. راح نخلط المكونات بالخلاط الكهربائي. هنا اللي ما عندهاش تقدر تخلط بالخلاط اليدوي ولا تخلط بيدها، المهم نتحصلوا على قوام كريمي. نخلط جيدا حتى نتحصلوا على قوام كريمي. راح نحط لها زوج صفار حبة بيض ونكمل نخلط جيدا. أنا لازم تحصلوا على قوام كريمي، يعني الخليط يكون متجانس. بعد ما خلطهم مليح راح نحط 2 ملاعق كبيرة تاع لوز أو كاوكاو يكون مرحي رقيق، هنا ماشي محمص. لكم الاختيار، تقدروا ديروا لوز ولا تقدروا ديروا الكاوكاو. ورايحه نحط لها 2 ملاعق كبيره تاع عصير الليمون. حطيت الملعقه الاولى وراح نحط الملعقه الثانيه ونزيد نحط لها ملعقه كبيره تاع مبشور الليمون ونكمل نخلط. انا اللي متحبش ذوق الليمون في العجينه دير لافاني، يعني بدل ما دير عصير الليمون ودير مبشور الليمون دير لافاني. وهنايا بعد ما خلطت مكونات جيدا حطيت ملعقه تاع نشا مايزينا ورايح نحط الفرينه ونحط لها ربع ملعقه صغيره تاع خميره الحلويات. هنايا ما تكثروش خميره الحلويات، نحط ربع ملعقه صغيره. كما شفتوا هنايا حطيت نصف كاس تاع الفرينه. هنا الفرينه راني غربلتها من قبل. هنايا كنت خلطت الكاس، يعني الكاس الاول كما شفتوا بقى منه غير شويه. انا كي بديت نجمع العجينه ما كنتش نصور، وهذا هو الكاس الثاني. يعني حطيت الكاس الاول وهني نحط الكاس الثاني ونجمع. هنا الفرينه ديروها غير بالتدريج، يعني ديروها بالعقل حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. اذا درتوا الفرينه على دفعه واحده العجينه راح تجي يابسه. ولموها باطراف الاصابع بهذه الطريقه. نضيف بالعقل حتى نتحصل على عجينه طريه. بعد تشوفوا القوام تاعها. هنايا نسيتها، كانت خصها الفرينه ضفت لها غير شويه. ومن بعد نمسها باليد اللي تكون ناشفه هكذا باش نعرفوا نزيدوا الفرينه ولا لا. شوفوا هنا العجينه ما تلصقش في اليد، يعني ما نزيدولهاش الفرينه. هنا شوفوا العجينه كيف راهي طريه. بالنسبه للفرينه دات لي كاس ونص فرينه، وهنا تبقى على حسب نوعيه الفرينه، قدرت تديكم اقل وقدرت تديكم اكثر. وهنايا ما خليتش العجينه ترتاح، بديت نشكلها. انا شكلتها حربوش كما راكم تشوفوا. وهنا اللي ما تحبش ديرها مقروطات تقدروا ديروها كويرات. مام كويرات راح يجي الشكل تاعها مليح. وانا كما راكم تشوفوا درت يعني قصت بزوج اصابع هكذا باش يخرجوا لي المقروطات كامل كيف كيف ونقسمهم. بعد نحكم الحبه تاع البوسوله نسو ونعدلها هكذا، نعدلها حتى تخرج لنا حبه المقروط. راح استمر كامل في نفس العمليه بهذه الطريقه. وانا راني شاعله الفرن يسخن على 160 درجه. هنايا ما تشعلولوش الفرن بزاف. كما شفتوا هنا السنيوه تاعي راهي فيها ورق طهي، ندخلو يطيب غير من تحتها على 160 درجه. كي نشوفوا بدا يصفر نزيد نطلعو شويه الفوق ونحيه، يعني ما يطولش بزاف طياب. وهنا بعد ما طاب بوسوله مسو هنا لازم تخلوه يبرد مليح. اذا كان سخون وديروه في السكر الناعم هنا راح يتفتت، لازم يبرد مليح. كما شفتوا عندي هنا عصير ليمون وعندي السكر الناعم هنايا مغربل، لازم نغربلوه. وهنايا حكمت الحبه تاع البوسوله مسو درتها في عصير الليمون. بعد رايحه نحطها هكذا في صحن هكذا باش يتنحلها كامل هذاك الزائد. راح ندير نفس الطريقه، نحط فيه عصير الليمون ونحط في الصحن.
هنايا اللي كيما ذكرت فيما سبق، اللي ما تحبش الليمون، ذوق الليمون، دير اللافاني في العجينه بدل بشور الليمون وعصير الليمون. وكي تروح تسكروه هنايا ديروه في ماء الزهر، يعني تحكموا مع الماء زهر، شويه تاع ماء زهر، ديروا فيها ملعقه كبيره تاع السكر الناعم، تحركوها مليح حتى يذوب السكر، ومن بعد ديروا له سكر ناعم، يعني البوسوله تمسو ديروا فيه ماء زهر ومن بعد تسكروا في سكر ناعم. ان شاء الله الفكره راهي وصلتكم. شوفوا هنايا بعد ما قدر يعني تنحلو هذاك الزايد رايحه نحطو في السكر الناعم، نحطو كامل هكذا ونغطيه من الفوق. انا ندير كميه مليحه تاع السكر، لازم يتغطى كامل هكذا باش يشد فيه السكر الناعم. بهذه الطريقه نضغط عليه غير شويه ماشي بزاف هكذا باش ما يتكسرش، ونخليه لمده 10 دقائق. هنايا ما لازمش تنحوه ثمثم، لازم تخلوه لمده 10 دقائق هكذا باش يشد السكر فيه. اذا نحيتو ثمثم راح ما يشدش فيه السكر الناعم. وهنا بعد ما فاتت 10 دقائق شوفوا كيفاش رايحه نحيه. هنايا ندير يدي من تحت ونحيه غير بالعقل هكذا باش ما يتكسرش وما يتفتتش. بهذه الطريقه نحكم الحبه، وين ما كاش السكر نزيد ندير لها ونمسحها بالكف تاع اليد. شوفوا الطريقه اللي راني نحي فيها السكر الزائد، من بعد نحكم صفايه ونرش عليها غير شويه. هاي ليك الحبه، شوفوا كيفاش جات ما شاء الله. نزيد حبه واحده اخرى، يعني بنفس الطريقه نكملوا كامل الحبات اللي بقاو. نحكم الحبه نحلها السكر الزائد هكذا بالكف تاع اليد، ونرشها بشويه سكر ناعم من الفوق. يعني طريقه سهله. كما تعرفوا وصفه بوسوله مسو هي وصفه تقليديه معروفه، يعني كل واحد والطريقه تاعو كيفاش يديرها. وهذا هو الشكل النهائي تاع الحلوى تاعنا لنا اليوم. شوفوا جات ما شاء الله، جات تذوب في الفم. يعني هنايا تمام الكميه، كميه لاباس بها، ولا حبيت دير اكثر ضعف المقادير جات تذوب في الفم. شوفوا جات ما شاء الله. راح نقسم لكم حبه باش تشوفوه. شوفوا غير نحط الموس يتقسم، يعني مع ذوق الليمون جا ما شاء الله. شوفوا كيف جا من الداخل، غير نمسو يتفتت. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم. اذا عجبتكم عفوا ما تنسوش دعموني بجانب تشتركوا في القناه، تفعلوا الجرس هكذا باش يوصلكم كل ما هو جديد. ونلقاكم في فيديو قادم ان شاء الله.